الأغلب كان فاكر إني مشيت، وإن كان عندي قافلة طبية في أسوان، وإني سبت القاهرة ورحتها. أنا قلت كده لآسر علشان كان لازم أمشي. أنا مشيت فعلا، بس مش لأسوان زي ما قلت. مشيت وكان معايا الكتاب اللي مكتوب عليه الجزء الأول، وفي أول صفحاته إهداء من والد آسر لعم أيوب. آسر صاحبي من فترة كبيرة، اتعرفت عليه لما كنت محتاج حد يعمل ميزانية العيادة بتاعتي. أنا كدكتور نفسي معرفش في حياتي محاسب قانوني علشان يعمل الأمور الحسابية دي، علشان كده طلبت من صديق ليا يرشح لي محاسب يساعدني في الحسابات، وصديقي رشح لي آسر، ومن ساعتها واحنا الاتنين اصحاب. لكن من بعد ما آسر جالي العيادة وكان بيشتكي من بعض الهلاوس، أو اللي كنت فاكرها هلاوس، وهو بالنسبة لي مش مجرد صاحب، آسر أصبح حالة لابد من دراستها بشكل أعمق وبوقت أطول. علشان كده طلبت منه لما جالي إنه ياخد أجازة عشان نقدر نتقابل أكتر، وأفهم منه الموضوع وحلل المواقف اللي حصلت